المفروض دي بتتخلط على دي، تمام؟ يعني هناخد شويه من دي عشان دي لسه شويه سخنه، فهنسيبها شويه، بس احنا هنخلط طبق ديت تتحط على دي كده، يبقى كوكتيل كده. ده كده مكرونه، وبياخد شويه صوص مكرونه اهوت. سنه مفروم صغيره اهيت. وبعد كده انا باخد له البصل، بصل الكشري زي ما حضراتكم شايفين. ماشي. تمام. وبعد كده هاخد له شويه حمص شام، ينزل عليه كده. انت بقى حضرتك وانت قاعد الف هنا وشفا بتقلب وتظبط حالك. طبق رخيص ومش مكلف وحاجه جميله ان شاء الله باذن الله تعالى. وان شاء الله نعمل مكرونه النهارده كشري مخلطه محمره على مسلوقه ان شاء الله. احنا الاول معانا المكرونه نوعها زي ما انتم عارفين الاصيله اهي، احنا بنشتغل بيها. تمام. دي هنحمر منها شويه، ناخد شويه زيت بس. تمام. نسخن الزيت شويه ونحمر المكرونه تحمير عادي. انت نزلت بايه في الاول يا شيخ؟ احنا نزلنا بزيت بس. زيت بس مش سمنه؟ لا ما حطيتش سمنه. انا ما حمرش المكرونه بتاعت الكشري فيها سمنه عشان الجو ساقعه وهترطب مني. تمام. دي الكميه اللي احنا هنحمرها زي ما انت شايف كده اهي، خدت قدامها ديت. لو زاد الزيت فيها انا بصفيها قبل ما بشتغلها تاني، ما بسيبش فيها القدام ده كده عشان تحمر. انا عايزها تحمر معايا كلها، ما تبقاش حبايه لا تبقى محمره. تمام. زي المكرونه المفروم. بصفي الزيت عادي تاني. تمام. انا هزود الكميه كمان نص كيلو او كيلو اهوت كمان كده. احنا خدنا هنا في المختوم دوت حوالي 4 كيلو. طبعا الكيس ديت ما تبقاش كيلو كامل يعني. تمام. بتبقى 800 مثلا. هناخد بقيه الكميه ان شاء الله. هنا معايا ميه، الحله ديت دي ميه على شوربه بس. مديها شويه زيت. انا بشتغل 3 انواع في المسلوق. دي مكرونه رويال القواقع دي اللي هي الكوكا دي. انا في شغلي انا بحب اشكل المكرونه، ماليش دعوه بغيري. في غيري بقى بياخد نوع واحد، كل واحد في شغله هو حر. ملح، بنزل النوع ده الاول. تمام. حسب حجمها كده، في حاجات بتغيب عن حاجات. ده تكايه كده لفه كده. نوع عن نوع بيختلف في السوا طبعا. كل شركه لها المكرونه حسب حجمها. برمي الملح وانا شغال. بعد كده باخد الاسباجيتي برضو انا بشتغل بالاصيل. طبعا الحاجات دي زي ما قلنا برضو كلها بجيبها من عند عطاره روتان كفر الدوار شارع الرزق. حاج خميس، حاج عبد الرازق، حاج صبحي، بمسي عليهم وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين. برضو احسن ناس بتبيع كشوفات في كفر الدوار بامانه يعني. كده باخد النوع الثالث اللي هو الململيه بكمل عليه. هو في ناس هتقول لك ما هي كلها مكرونه عادي، انما نوع واحد وخلاص. لا، هي مش كلها مكرونه على فكره. دي كده خلاص هتتسلق سلق عادي. تمام. تقلب بقى كده بتتسلق. في ناس بتحط الميه دي كده عادي. لا، انا ببهر الميه عادي، بحط بهاراتي على الميه، ببهر كل حاجه. يعني ده ورق لوري اهوت، شويه زعتر، روزماري، شويه فلفل اسود، شويه شطه، كمون، شويه كزبره. انا ببهرها عشان تطعم حبايه المكرونه معايا من جوه، ما تبقاش ميه مسلوقه، لان دي بعد ما بتخلص انا ببهرها بميه تاني. طبعا هسيبها تستوي ودي هتتحمر. خلصوها ونرجع لكم تاني ان شاء الله فيها. ان شاء الله. ده كده طريقه مختلفه خالص يا شيف، يعني احنا ما عملناش دي مكرونه دي مكرونه كشري، مش كشري اللي هو بتاع المطاعم، ما فيهاش رز وشعريه والكلام ده كله. بس احنا عشان شتاء فالواحد بيحب يعمل حاجه تانية جديده كده للناس. تبقى هينزل عليها بصل لسه، وهينزل عليها حمص شام، وعلى الصوص بتاعها صلصه مختومه. هنخلصوا بس المكرونه وهنوري لحضرتك الطبق مغروف مكوناته كلها ان شاء الله باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. احنا كده هنا وصلنا لنسبه التحمير اهيت. تمام. زي ما حضرتك شايف في نص التحمير بتاعها انا بديها التوم بتاعها. تمام. زي ما قلنا دي كده نسبه التحمير وصلت. انا بحط التومه بتاعتي اهيت في نص التحمير، مش في اول التحمير. كل واحد وطريقته ناجحه معاه. طب ايه السبب يا شيف؟ انا التومه كده بتعيش، بتتن طعمها في المكرونه. بتتن طعمها في المكرونه. تمام. انا خلاص اهو كده اهي.
دقيقتين كمان، يعني دقيقتين كمان في التحمير وهبتدي اختمها، اديها حاجتها وخلاص. هبتدي برضه اديها توابل تاني هنا برضه. كزبره قلنا، طبعا المكرونه بتحب الكمون كتير، شطه، فلفل اسود، تمام. ديت بقى عشان تطعم معايا زي ما انا عايز شويه كمان احسن، بديها شويه سلمونه زي كده. ده اللي هو بصل على طماطم على فلفل حامي على فلفل الوان. اهي كل ما تديها كل ما تزعلش، كل ما تحلو معاك، طلع طعم المكرونه ما شاء الله. شامم؟ ما شاء الله. هقول لك الريحه ما شاء الله عليها يعني. شوربه حمو يلا نحضر شوربتها. طبعا انا بغلي الشوربه بتاعتها بره، ما بسقيش بميه، ما بسقيش المكرونه بميه، بسقيها بشوربه. ده واحده كاتشب، واحده كاتشب اهيت. واقلب. شايف المكرونه عامله ازاي؟ تسلم ايدك. يعني حاجه ما شاء الله. بص شويه المكرونه طالعين عاملين ازاي. ننزل شوربتها يلا بينا. انزل بس اهيت كده دي اتختمت يا شيخ. كده هي ختمت. شويه كمان صغيرين مش كتير، بس تاخد شويه ملح صغيرين. وبالنسبه للمسلوقه بقى يا شيخ محمد، المسلوقه هتتصفى تتغسل تبقى لوحدها ان شاء الله. دي كده خلاص. هنشرب وخلاص على كده. بنشرب خلاص اهوت. بغطي طبعا. المكرونه مش بتحب النار العاليه، ماشي، فانا بكتمها كده بفويل زي ما حضراتكم شايفين. حط يا محمد. بكتمها بفويل كده تمام، ووطي عليها النار. خلاص على كده تمام. كده انا كدمتها بفويل ووطيت على النار خلاص. تمام. انا معايا بقى مع المكرونه حاجات تانية كده ثانيه. في هنا حمص شام اهوت هينزل على المكرونه الكشري. تمام. انت مديله ده شطه. مسلوق في شوربه، وبعد ما بيطلع بياخد شويه زيت تلميع، وبياخد شويه كمون شويه شطه حمرا. ومعايا البصل بتاع الايه بتاع الكشري اهو زي ما حضراتكم شايفين. انا محمره من امبارح بالليل تمام. وبعد ما بيتحمر بيتصفى بالزيت طبعا، بيتقطع طرنشات وتكلفت في نشا. بتغمر بنشا كده كويس عشان تطلع معايا عشان البصلايه يقرمش كده. تقرمش زي ما حضرتك شايف كده اهي. دي كميه البصل اهي اللي احنا عاملينها. دي كميه زي البصل زي بصل الكشري زي ما هو بالظبط. بصل كشري بالظبط. وبعد ما بيطلع انت ممكن ترش له شويه ملح صغيرين شويه كمون، بيطلع بالنتيجه زي ما انت حضرتك شايف كده معايا. ده بصل الكشري اهو. برضه المكرونه بعد ما تخلص ديت وديت هنغرف الطبق ونوري للناس عامل ازاي ان شاء الله. طبق رخيص ومش مكلف وحاجه جميله ان شاء الله باذن الله تعالى. كده بعد ما اتسلقت بديها شويه زيت. طبعا زيت ده عشان يلمعها وتفرفر كمان. وعشان المكرونه تبقى مفرفره ما تمسكش في بعضها. دي المكرونه اهيت بتوابلها بحاجتها كل حاجه خالص تمام. دي باخد انا بعمل لها حله كده عشان تسخن عليها عمال، وباخد المصفى زي ما هي كده. وبسيبها قدامي كده. طبعا كل الناس تقول لك المكرونه دي هتعجن، استحاله تعجن، احنا شغالين مع بعض وهنشوفوها. المكرونه ان شاء الله اللي اتشربت اهيت هنشوفوها برضو بعد ما اتختمت. لازم تاخد تقليبه تانية كده وهي على النار اهي. تاخد كمان واحده كده وهي على النار. بس دي هتنشف ميتها خالص ان شاء الله. الميه دي هتنشف تستوي يعني. هاخد ديت احطها على ديت ويتخلطوا يبقى ميكس مع بعضهم. تمام. انا هسيبها على نار هاديه كده خالص. وان شاء الله ساعه التقديم هنوريكم الطبق شكله عامل ازاي. حاجه جميله وحاجه محترمه وحاجه مش مكلفه على الزبون خالص. حاجه كويسه خالص يعني احنا بديل اللحمه المفرومه وبديل الحاجات حاجات كويسه ان شاء الله يعني. حاجه دلوقتي احنا كلنا عارفين كلها بقت غاليه يعني. احنا دلوقتي هنشوف المكرونه اللي ختمت ان شاء الله وصلت ليه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل المكرونه يا استاذ علي. كده هي خلاص استوت بقت 100 100. تمام ماشي. تمام تلمع وتمام 100 100.
اغرف لنا طبق كده يا شيف محمد. ده كده المفروض دي بتتخلط على دي، تمام؟ يعني هناخد شويه من دي عشان دي لسه شويه سخنه، فهنسيبها شويه بس احنا هنخلط طبق ديت تتحط على دي كده، يبقى كوكتيل كده يعني انت بتضيف الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. ده كده مكرونه، وياخد شويه صوص مكرونه اهوت. دي صلصه بس يا شيف؟ دي صلصه بتوم؟ متسبكه بتوم، سنه مفروم صغيره اهيت. وبعد كده انا باخد له البصل، بصل الكشري. بصل الكشري زي ما حضراتكم شايفين. ماشي. تمام. وبعد كده هاخد له شويه حمص شام ينزل عليه كده. انت بقى حضرتك وانت قاعد الف هنا وشفا بتقلب بتظبط حالك. تمام. ده كده الطبق بتاعنا ان شاء الله. يبقى المكرونه الاثنين مع بعض ان شاء الله. وبعد كده معانا الصلصه ولحمه مفرومه والبصل والحمص. تسلم ايدك يا شيف. الف هنا وشفا على الناس اللي هتاكل بحالها ان شاء الله. وكده ان شاء الله نبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. كان معانا طريقه عمل مكرونه مشكله كشري مع الشيف محمد سعيد. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وعمل اللايك الجميل بتاعكم، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.